يمتد التلفريك لمسافة حوالي 1700 متر من جسر تيدلي إلى قصبة أكادير أوفلا. مدة الرحلة حوالي 6 دقائق تقريبا. يوفر مناظر بانورامية رائعة لخليج أكادير، المدينة، ذي كورنيش، الميناء، وبعض الأحياء القديمة مثل تل بورجت، يوشاش، فونتي. يمكن رؤية البحر الأطلسي من أعلى، وكذلك الجبال المحيطة. المقصورات توفر رؤية 360 درجة. تم افتتاح الخط الأول في يوليو 2022. الشركة التي نفذت المشروع هي شركة دوبلمير المتخصصة في أنظمة الحبال. هناك خطة لخط ثاني يربط القصبة بمنتزه دانيالاند الترفيهي. سعر التذكرة للرحلة ذهابا وإيابا حوالي 120 درهم للأجانب حسب بعض المصادر. للرحلة ذهاب فقط حوالي 80 درهم. للأطفال حسب الطول هناك تسعير خاص. هناك تخفيضات مخصصة للعائلات، وأيضا تغييرات في الأسعار حسب المواسم حسب إدارة التلفريك. التلفريك يعمل يوميا، ويمكن الاستمتاع برحلات ليلية أيضا. الإضاءة تنير المقصورات لعرض ليلي. الساعات تقريبية من حوالي 10 صباحا إلى 1 صباحا. يعد وسيلة ممتازة للوصول إلى قصبة أوفلا أو كيدروفيل، وهي موقع تاريخي مهم ومطل على المدينة. يمكن للزوار قضاء وقت من حرهم في القصبة بعد النزول من التلفريك لاستكشاف المنطقة. كما يعتبر خيارا صديقا للبيئة لأنه يقلل الحاجة للنقل البري التقليدي للوصول إلى المرتفعات. التلفريك جزء من مشروع سياحي أكبر مع دانيالاند ومنتزه نائي. المحطة والإدارة تتيح تذاكر عائلية خاصة في نهاية الأسبوع. هناك كابينة خاصة ستاندرد تصل لحوالي 7 أشخاص، ورحلة ذهاب إياب لها ثمن أعلى. كابينة VIP تقريبا 4 أشخاص توجد فيها خدمات مثل مقاعد جلد، موسيقى، واي فاي، باور صغير. في بعض المصادر سعر الكابينة الخاصة يمكن أن يكون من 750 إلى 900 درهم للذهاب والإياب حسب عدد الأشخاص. ارتفاع التلفريك. بيانات تقنية. التلفريك يصعد إلى ارتفاع حوالي 236 مترا فوق مستوى الأرض للوصول إلى القصبة القديمة، وفق بعض المصادر. تم تصميم البنية التحتية لمحطات التلفريك مع مراعاة معايير الزلازل نظرا لأن أكادير مدينة معرضة للنشاط الزلزالي. عدد الكابينات في الخط الأول. في بعض المصادر ذكر أن هناك 32 عربة، منها 4 VIP، وكل عربة سعتها 10 مقاعد. الطاقة الاستيعابية. يقال أن الخط الأول يستطيع نقل نحو 1000 شخص في الساعة تقريبا. يمكنك الوصول إلى محطة التلفريك بالسيارة. هناك مواقف قريبة من محطة انطلاق باونت تيلدي. أيضا يمكن الوصول بواسطة التاكسي. إذا كنت تستخدم حافلات محلية أو نقل عام، قد تحتاج للتنسيق مع السائقين لمعرفة أقرب نقطة للتوقف عند محطة التلفريك.